بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتني خالص من الفيديو اللي فات. جيت لكم بفيديو جديد النهارده. يلا بقى، هل لك شهر مبارك. بس جوزي كل سنه لازم يجيب لي شفاشق بتاعه رمضان دي، كل سنه. يعني يجيب لي شفاشق وياسمين تاخدها في الحمام، ما برضاش استعملها طبعا تاني في المطبخ تاني يعني. فكل سنه يقول لي على الله بس تاخديهم ايه في الحمام تاني. فكل سنه وانتم طيبين كده. الشفاشق دي بيقول لي ب10 جنيه الواحد. يعني ساعات بنعمل فيهم تمر، عيالي بيحبوا اللي هو التمر اللي بيبقى جاهز ده، وساعات بنعمل فيهم سوبيا. وهو بقى جاب بتاع الرز اللي انتوا شايفينه ده، كيلو ب20 جنيه. فرخيص طبعا عن امبارح اللي كنت منزله لكم فيديو. كنت بقول لكم كان في العسايم كان ب27 ونص تقريبا الرز. والبصل ده كنا برضك لاقينه عند بتاع الفاكهه اللي تحتنا ده ب13 جنيه و14 جنيه. فبساله قال لي ب10 جنيه. بس ما اعرفش يعني، انا ساعات يعني هو بيخاف يقول لي الاسعار الحقيقيه، لحسن اقعد اقول له ليه ومش ليه، لان انا قلت له ما تجيبش بصل طالما غالي كده. انا عندي شويه كده يعني. وطبعا الخضره بقى اللي بيجيبها كل مره بتغرس فيها لوحدي، يا اما اقطعها وبروح احطها كده في الفريزر. لما بعمل صلصه بتاعت محشي ولا حاجه، بروح مطلعه الكيس واروح احطها على الصلصه بتاعت الطماطم يعني. ودي بقى فراخ بقى، طبعا اللي بياكل فراخ ولحمه اليومين دول بيبقى من الاعيان يعني. بقول له اشمعنى يعني جبت لحمه، جبت فراخ. راح قايل لي اصل سمعت ناس بيقولوا، قال ان في واحد في السوق بيبيع فراخ رخيصه. فهو تقريبا جايبها بلدي. بس انا يعني نضفتها بقى مع نفسي كده عشان ما اطولش عليكم الفيديو. ودي فراخ بانيه، بيقول لي الكيلو ب160. انا سمعت ان هي الكيلو ب210. فمش عارفه هو بيجيب الاسعار دي منين. يمكن ربنا يصلح له حاله، وهو بيجيب الحاجه دي مختلفه عن الناس يعني. فمش عارفه والله. بيقول لي الكيلو قال 160 بتاع الفراخ البانيه ده. احنا بصراحه بقى لنا كتير جدا ما عملناش فراخ بانيه، دايما بنعملها شاورما. جات لنا يعني فتره كده زهقنا من الفراخ البانيه. فغسلتها بليمون كده وبملح وبدقيق وكده اهوت، بس مع نفسي كده. ورحت معبيهم كده في اكياس، ورحت حطاهم في الفريزر، حطيتهم في اكياس نضيفه يعني. وجاب بقى بتاع توابل وملح وحاجات زي كده. بس وجيت بقى ايه بتاع المشايات الصغيره دي. ياسمين بنتي ساعات لما قبل ما اروح لابني كانت حطاهم لي جنب المنيو كده. طب يا بنت الحلال اللي رميتيهم جنب المنيو، طب ما هو هيتبلوا ويعملوا ريحه في الحمام. انت حطاهم للخدامه يعني تعملهم لك. فالصراحه لقيتهم بقى لهم كذا يوم جنب المنيو كده. رحت عند ابني ورجعت، فقلت بقى اغسلهم. جوزي عمال يقول لي لا ما تغسليهمش، كبري دماغك. قلت له طب ازاي يعني اكبر دماغي؟ يعني امال مين اللي هيغسلهم؟ فرحت ماسكه بقى حطيت عليهم، جايب لي برسيل جل كده مع المشتريات اللي انتوا شفتوها دي، وكان جايب لي صابون سايل. فحطيت عليهم برسيل جل كده وصابون سايل، ورحت ايه غسلهم. بس للاسف بقى بتك على البتاع على العصايه دي، راحت مكسوره في ايديا، وانا اتضايقت جدا ان هي، بصوا اتكسرت ازاي. انا اديتها لجوزي يصلحها لي، بس كنت خلصت بقى، كنت وطيت كده على الارض وعملتهم كده بالفرشه الصغيره يعني. ان انا ما بحبش اغسل السجاد بالفرشه الصغيره خالص. الفرشه الطويله دي اللي ياخد عليها ما بيعرفش يغسل الا بيها. فهي بتريحني الصراحه. فاتكسرت، فقلت له ايه اعمل لي، ركب لي ليها يعني عصايه جديده يعني وكده. فهو صلحها وراح عاملها لي، بس بعد ما خلاص كنت خلصت. بس مش مشكله يعني، انا كده كده هغسل السجاجيد كلها. بس مستنيه الجو يدفي كده شويه ونمسك السجاجيد كلها نغسلها. بس ياسمين بس بنتي ربنا يرجعها عليا كده ويهديها عليا وتعمل معايا وتساعدني، لان انا بقيت اتعب من السجاجيد جدا. وبعدين انا قلت لجوزي لو ما عملتهاش معايا انت وبنتك، انا هنزلهم عند الراجل. انتوا عارفين بقى دلوقتي عشان خاطر سجاجيد البيت دي كلها، عشان خاطر الراجل ياخدها يعملها عنده، عايز يعني عايزه لي 1000 جنيه كده بالصلاه على النبي في الغلا اللي احنا فيه ده. فهغسل بقى كده على قد كده انا وياسمين، وربنا يقدرنا. ما كانش عندي بقى حبه حاجات كتير كده في الشقه النهارده. الريسبشن كانت ياسمين كانت منضفه المره اللي فاتت لما انا كنت منزله لكم الفيديو بتاع الاوضه بتاعه الليفنج كده. واوضه الليفنج رايقه وما فيهاش اي حاجه. و- والريسبشن والليفنج رايقين. بس هو الحمام بس عايز يدعك كده وبس. انا بقى ايه كنت عملت حبه حاجات كتيره النهارده. كل يوم كده همسك حاجه عشان اعملها، عشان الحاجه ما تتقلش عليا. الفرو ده بقى كانت ياسمين بنتي راحت واخداه عندها في اوضتها، وحطاه على التسريحه والكومودينو عندها. فخليته بقى ايه يعني، ما خليتوش ابيض بس بكاميرا. مش عارفه كل شويه تعمل كده ليه معايا. حد يقول لي ايه السبب يا جدعان؟ ما اعرفش والله، ما بعرفش كده وقت لما بعد ما بخلص تصوير بتعمل لي كده بقى. فما علينا. فاللهم صل على النبي، رحت ماسكه البتاع ده، حطيت بقى انا تقريبا كده حطيت صابون سائل كتير، وحطيت من اللي هو برسل الجل كتير ده. فرغى جامد جامد جدا معايا. بصوا الرغاية قد ايه. انا كنت جيت بدور على الحتتين التانيين اللي هم بتوع الطقم ده. لقيت ياسمين كانت غسلاهم وانا مش موجوده ونشراهم. فالصراحه اللهم صل على النبي طلعوا حلوين يعني، مش ما كتكتوش ولا حاجه.
انا لقيتهم هي فرشاهم عندها بعد ما اتغسلوا، زي ما اكون لسه جايباهم من عند الراجل. انا فكرتهم يعني نوعهم مش حلو، وفكرتهم ان هم هيكتكتوا. بس انت ما تحطهمش في الغساله، اغسليهم كده، مغيهم كده على ايديكي ومش تدعكي بقى يعني، تعجنيهم كده يعني، ونطريهم بقى كده بعد ما تنشريهم. وفي ناس بتسرحهم بالمشط، فانا هشوف كده لما ينشفوا يعني وكده، هبقى اشوف هيطلع حلو ولا لازم يتسرح. بس انا اللي ياسمين غسلته لقيته حلو، انا خدته من على الحبل لقيته حلو يعني زي ما يكون متسرح وامور. دخلت على المطبخ بقى كده، كنت غسلت حبه مواعين كتار بقى، بس انا بختصر لكم الفيديو. وغسلت البوتاجاز والرخام، وحطيت بقى المشتريات بتاعتي كلها في كل حاجه في مكانها وكده. والبصل حطيته في الشانل بتاع البصل وكده، وعبيت حاجتي كده. وده دي فراخ بانيه اللي هو كان جوزي كان جايبها لي، كان عندي فراخ من امبارح بردك. بس هو قال لي هاكل حته معاكم يعني كده، هو بيحبش الفراخ البانيه قوي. فعملت له حته كده، وعملت ليا حتتين والياسمين حتتين. فقلت له بقول لك ايه، انت تتعزل بقى كده معايا اليومين الجايين دول، وما تتكش في الاكل، عشان خاطر كنا بنرمي اكل كتير جدا. قلت له انت شايفه الحاجه غاليه ازاي، والحاجه اللي نعملها ناكلها. فراح قال لي طب خلاص، شوفي كده كل واحد هياكل قد ايه وطلعها على قد يعني. قال لي اعملي نص كيلو يعني كله. فقلت له لا، ما انا مش هناكل والله، انا اكلت حته واحده يعني، انا كنت جعانه جدا جدا. فاكلت حته واحده بس، بحب اكلها احطها يعني في عيش كده. هو بيجيب لي العيش الحلو ده بس. ياسمين قالت لي اعملي لي رز يا ماما. كانت عامله طبق مكرونه كده من قبلها بيوم، وقلت لها ما تشينش عامله مكرونه قبلها بيوم. قالت لي لا مش هاكلها. ف 100 مره قلت لها اعملي الاكل على قدك كده، ان المكرونه بطبعها بتزيد. يعني لما تيجي تعملي مكرونه كده حبه صغيرين، تبص تلاقيهم كتروا كده. ودي بقى اللهم صل على النبي كنافه كده، جوزي طلعها لي في وسط المعمعه اللي انا فيها دي، وراح قايل لي اعمليها لنا. قلت له انا نفسي اكلها باللي هي المهلبيه بالقشطه الكدابه دي. فراح قايل لي اشمعنى يعني، عشان احنا دايما بنعملها ساده. فانا بحب اكسرها وهي طالعه من الفريزر كده. قعد يقول لي لا لسه جامده لسه جامده، مش عارفه كنت اشتغلت في ايه تاني. فسبتها اما فكت، فلازم تتكسر كده حتت صغيره. فالصراحه ما لحقتش اكسرها يعني، فقصقصتها بالمقص كده وخلاص. حطيت عليها معلقتين سكر بودره كنت طحنته بردك في نفس الوقت. ودول السمنة مكعبين زبدة صفرا، على معلقتين زبدة بلدي، على معلقتين زيت بس الزيت يكون ريحته حلوة. وخلطت بقى كله كده مع بعضه كده، وهوريها لكم في اخر الفيديو. كانت طالعة يعني حلوة، وكانت طالعة طعمها حلو. بس هي مسكرة، وهما بيحبوا الحاجة مسكرة جدا. عملتها كده بقى ولفيتها كده في قلب الصاج بتاعي. وكنت في الوقت ده كان بدور على نشا، فما لقيتش عندي نشا يعني تعمل اللي بتاع المهلبيه يعني. فقلت له انزل هات لي بقى نشا عشان خاطر انا مشغوله. عملت اللي هي الكنكه دي، يا دوبك بصوا بتاع كوبايه لبن تقريبا يعني كده، او كوبايه ونص. الكنكه دي كبيره، تاخد بتاع كوبايه ونص لبن. حطيت عليهم بتاع 3 معالق نشا كده، ومعلقه سكر بودره صغيره، لان هي كده كده بتستقي عسل. فما تسكريش اللي بتاع المهلبيه. في ناس ما بتحطش على المهلبيه سكر خالص، بس عيالي بيحبوا الحاجه مسكره. وفي الوقت ده بقى كنت بعمل اللي بتاع الرز برضك، عقبال ما هو نزل جاب لي النشا وكده وطلع، ورحت عامله بقى المهلبيه. وخلاص عملنا حبه اكل كده وحبه بانيه، ويومي ما كانش بدعوك النهارده كتير. الايام المعمعه جايه يعني، اليومين الجايين دول. بس استنوني بقى تنظيفات عميقه كده في اوضه النوم بتاعتي برضك، عايزه اعمل لها روتين جامد كده. بس يعني بستغرب ناس كتير جدا بتتفرج عليا ومتابعاني، وهم نفس الناس، ومش بيكتبوا لي تعليقات خالص. مش عارفه انتوا خاصميني ولا ايه يعني. تعليقات برضك بترفع لي من اللي بتاع الريتش بتاع القناه، وبترفع بتخلي بتاع القناة تروح في حتة تانية. يعني بنتعب في القنوات دي كتير يعني، انتوا عارفين، عشان خاطر اخد بتاع الحامل معايا الحمام والله التليفون وقع مني كذا مرة في الارض في المية وكده، وبيبقى ايديا مبلولة، ويقعد يهنج مني، وبفتحه بالعافية وبقفله بالعافية. يعني ما تفتكروش التصوير سهل وهين خالص. التصوير صعب جدا والله. بس عايزاكم كده اللي تخش يعني تشفق بحالتي كده وتعملي لايك، عشان اللايك والله بيرفع الفيديو جدا. فحرام عليكم والله، يوقفوني حق، لان انا بخش على الاحصائيات بتاعتي، هم نفس الجمهور اللي بيتفرجوا عليا. يعني معنى كده ان انتم متابعيني، وفي ناس كتير من المغرب ومن من الجزائر من الأردن عندي في الإحصائيات بيظهروا لي، ومن المملكة العربية السعودية. انتوا على راسي من فوق، يا رب يخليكوا ليا. بس انا بلاحظ ان انتوا ما بتحبوش تعملوا تعليقات الا القنوات الكبيره، اشمعنى يعني؟ والقنوات الصغيره ملهاش حظ معاكم. فاحنا طبعا مش هنكبر الا بيكوا. فانا يا ريت بس كل تخش على القناه عندي تعمل لي تعليق كده، تعرفني ان هي عندي في القناه. بس حطيت لها بقى مكعبات زبده كده فوق الوش كده، وحطيت المهلبيه. كنت بختصر طبعا في الفيديو عشان ما اطولهوش عليكم، عشان ما تزهقوش مني. وهو ده بقى الاكل بتاعنا. الفراخ دي اللي جوزي كان عاملها امبارح، فقلت له هتاكلها عشان ادبا ليك يعني، عشان خاطر هو اللي كان عاملها وكده. قلت له بدل ما تترمي.
فقال لي ماشي سخنيها لي، وده العيش بتاعنا بقى. وعملت، ياسمين بنتي كنت شايله لها منابها، قالت لي ايه، قالت لي يا ماما ما تعملهوليش، ما تحمرهوليش، عشان ما بتحبش تاكل الاكل بارد. فمنابها كان في التلاجة، كنت متبلاه لها وحطاه لها في البقسماط وكله، وقالت لي اما اجي ابقى احمره يعني. وهي دي بتاع الكنافه بقى كنتش عايزه افتح النور بقى وكده بتاع الانوار، خلاص كنت طفيت بقى وخلاص، كنت خلصت مطبخي واتغدينا وخلصنا. بس انا قلت ادوق بتاع الكنافه معاكم عشان اعرفكم طعمها ايه. طعمها مسكر وطعمها تحفه. جربوها كده، سهله وخفيفه، واحسن ما تشتروا من بره. الحلويات بره دلوقتي بقت بالشيء الفلاني. يلا اشوفكم في الفيديو الجاي بقى ان شاء الله. يا رب الفيديو يكون عجبكم، ويا رب يكون خفيف على قلبكم كده، ويا رب كل اللي تخش الفيديو تعمل لي تعليق عشان تعرفني ان هي بتتفرج عليا وتشاهدني، وتعرفني ايه اللي عجبها في الفيديو، تعرفني ايه الحته اللي هي بتحبها، وانا ازود لكم في المقاطع اللي انتوا بتحبوها. يعني شوفوا عايزين تنظيف ولا عايزين روتين. يلا سلام.